السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا مع السيرة النبوية. هل تتذكرون في الجمعة الماضية قلنا المشركون بدأوا بمراحل ثلاثة لصد الإسلام. أول المرحلتين من يتذكر؟ هل تتذكرون شيئا؟ المرحلة الأولى والثانية لا تتذكرون، خليكم نائمين هكذا. قلنا أولا فرقوا الكلمة، وبعد ذلك حاولوا تشويه السمعة، دعاية. احفظوا هذه الكلمات، هذه الأمور مهمة. لا نقصد أن تأتوا إلى المسجد وبعد ذلك تناموا، هذا كله فيها فائدة حتى نتعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. برايد عزيز، امتسا حياة پیغمبر بردوام کن. طبعا حياة پیغمبر بیجن زن نکن که هدف ما مش ما زمان يقدر باز کن حكاية وراد بیجن لتركي بجن حكاية نن درسا مهما. لو را خدا جو پیغمبر خراد بيجا صلى الله عليه وسلم قرآن دا يعني بيجا ان رهبر باش ورا اوه يعني لدوي بمشن حياته يفهم بكن لغورا ويش خاب بلانه كي شيكن. يعني خدا دمك قرآن اجمرا شان نقول غورا كيف اخو تجي فهم كنا محمد شكر كايب كن يعني پیغمبري امجي حياته پیغمبر دخاين جبون فهم كن درسه كي جي بگرن جا حياته پیغمبر درس شته دهنه چه نصيحته ده اما چوا بدون وبستينن. يعني حياته پیغمبر جمرا امد ويجن يا قياس پیوام کردید ويجن پیوان يعني ölçüye ام زيده وي نچن ام زيده هر نمه بسن انكه ميجم يقدرش كن وك حياته پیغمبر بسكن. حفتا چوي اگر تبيره و ما قدامك پیغمبرياوي احاط اعلان كن خدا گو اعلان بك كافرا ادي گو تدیب دبیجن کیر گشت عستی گو تمام گایجم دست فکرم وی انسانی را مجادله کی بکن. کافرا سه پیلانش خرادانی بو هفته چی مده پیلانا گو پیلان اول گو قاسک ممکن به ام دوست پیغمبر حوالی وی اوی کو یاردم آوید کن اقربای ام وان دور بخین پرچه بکن برا قوته کی نمینه اویا پیلانا که شیطانی جبره ده ایرو کده آلی لهفت خن. اولا ابي بعاقل كي جابه دبي كاز اي نياري خو بشكي برشبكم يعني تفر دهاره تبتني باشي دبي فلان كاس خرابه اي باشتي هيدي يعني سي حبري هبن دما كنت قندا شربكن قندي جار كده ناچل هر سي ناخن جيكرا بي اتب عاقلي خنا كفالي بي احمقي هاني جبيرات بحيره انسان كي فقيله ده ما بيا بلا سريته جبونه بري خبتني بلنكوي براي هاني خوار مالويش خراتكن. كافراجي اولا رابو شكر راب چون جمع ابو طالب و جمع ابي دي حيره ونفس المانن ونچ سر دين محمد وش مالي كاريا محمد كن بين قال دين كينو انيه غريبه دين باب كاله وانا ابيا يك ليبيا فايده ندا. ابو طالب عاقل بو زان بو فيا بلانك خرابه بجن اولا دور بك من عولي محمد راكن كو محمد شو امجرابن هيدي يك بيك يعني ما جواب مساله جايس في جاي رشكو يعني وساكنو بو اباد دويا جو ام اجا رقلام بكن. رقلام چیه؟ امدنا ملت دبلا کن بجن محمد دینه، محمد ساحره، محمد سحرت که، محمد انسان کی خرابه. چه ما ابیاجی؟ عین وقت مدیا ایرو. جار هي شخص کی تخوازی ظلمه له بکی بلکه بری آلی کاریه بناک ولكن لگنده دی المحلك هذه شخص کی دی باجدان هي. اجدانی قبول نکد بس قبول نکم تو ظلمه بکی. شما ظلم الفي انسان هانت کی. تشقا جرا بيجي اقرباي تنا بيجي از انسان او انسان ظلمه قبول ناكم تشكي انسانتي هي زاني عاطفي ام جرا دوغوسالي هي تدا افياجي كافر اقوم في رقلام اني بلا وكان بيجي محمد دين يا محمد ساحر جبونه ملت دي علي كارياوي نكه لي ما دسچن حبا قوم اقو بیا فایده ندوان کی هات پیغمبر را خبر ده بو مسلمان اگر دو پلانا فایده نده ما پلانا سه انا يرو بحث پلانا سه ابكن. المرحله الاخيره لمجابهة الإسلام أولا قلنا تفرقة الجمع، بعد ذلك الدعاية، ولكن في المرحلتين يعني الخطوة الأولى والخطوة الثانية لم ينجحوا. لم يبقى لديهم إلا الخطوة الأخيرة هو استعمال القوة. بدأوا باستعمال القوة، واستعمال القوة كذلك بأخف المراحل. بدأوا يعذبوا الفقراء والمساكين والعبيد والموالي. البلال الحبشي، صهيب الرومي، عمار بن ياسر وأسرته وأشخاص هكذا مثلهم الذين لا حول لهم ولا قوة بدأوا يعذبونهم. هناك كلمة عربية يقول اضرب المربوط يخاف منك السايب، يعني اضرب المسكين الثاني كمان سيخاف منك. هؤلاء
أولا قالوا نضرب ونعذب الفقراء والمساكين الذي لا أحد يمنعهم منا من أهل مكة. بدأوا يعذبونهم، ولكنهم فشلوا في ذلك لأن أحدا منهم لم يترك دينه، وكلهم صمدوا أمام هذا الظلم. وكذلك كانوا يتعجبون، نحن نضرب وهو يتمسك، نحن نعذب وهو يستمر في دينه. إذا بدأوا بالخطوة الأولى من الخطوة الأخيرة تعذيب الفقراء والمساكين، بدأوا يعذبونهم. سنرى ماذا حصل بعد قليل إن شاء الله. قافا سيمي مرحلة سيام بجنوب تدي مكو آفا عول خواستن وان پرچبکن آفا دویا رقلم آفا سيا ليخستن عذاب. يعني تدي بجن إيرو عادة دولة إيش قافا شرط كن رقلم وتش فايدة ندا دست بيت كن جاليت خني دافن حبسي فايدة ندا دوجن دست بيكرن أفاناجي دست بيكرن بقوة تهديد خوازن مسلمان جدين خود دور بكيفن نكشتن عولي دا. يعني أبي راسي كان بيجن يعني وقت بيجا قو إيجاب ناكن بوجن أمي چه بكن أمي لوان خن دست بيكي دا جلكي خستن أبي فقير أبي كو أقرباي وانتنن أبي كو قوة وانتنن أبي كو أم بيجن عبد كوله عولي لابو لوان خستن. مثلا أبي كو هاتبو آشكرا كرن بونا مسلمان بلال حبشي كم بيجن لبلال خستن بلال كوله كيبو عبده كيبو. لعمار كورا ياسر خستن عمار فقير بو كوله نبو، ولكن باوی وان فقیرش یمن هاتبون مکه کسی وانتنه یا ایجا هنک عائله مکه وان گوتون تمام بن خدمتش مرا بکن امنان و آفدن و یعنی کوله مدرن اوه مدرن بونن اوه کف نبونه که وان نفروتو فقط فقیری ببون کوله دگو کید کار الما خواهی در که عائله که گوتو التا خودی درتم ایدا گوتو هما تیجوا که باو کاله من از خدمت تا بکنش بن امر تدرنا کبم اوجو ساکن جوانا بعربی بيجن موالي لوان خستن عمار خستن لبابي خستن دايكاي خستن چند حب جن الدنيا هبون چند حب انسان فقير هبون لي عذابك زياده. اولا هدي وان برچي هستم دارا لوان خستن نهرتن كاس جواناش دين يقدر ناكبه. مثلا بلال حبش امتفت خوينن جانا تلفزيون دا فيلم چيقنا بحثا ويدكن ويددان بر روجا سعودي جي گرمه مكه مدينه وكا ايسال ولا چقا گرمه 45 درجه دكلا. يعني انا مثلا جيكي وكا دياربكر وعرفاي وادانا لسر زفته خوارنه چيتكن يعني دكلا هيكا چيتكن اوقا گرم دا يجي حساب كلمكه او قومهانه بلال حبش بن داداني سروي عرداوي عردا كلاندي كبركي مازان دان سرزكيوي او عذاب تكرن جبونش دين خدا دركبه. بلال فقير جيد جو احد خدايك ليت خستن حتى بهشت. عمار كره ياسر لي خستن لباوي خستن دياي خستن وانا مرنجي هدي. صهيب صحابي كي بو فقير صهيب چت كرن حسن گرم تكرن حسن دان سرجانوي حتى تدا زواد بو ذكرن نت كرن وانا جدين خدا در نت كتن. يعني قو اولي ملوان خريب خن بلكي جدين خدا كفن ولكن كرنو نكرن كاس كي جوانا جدين خدا در نكد ابياج انش فقير دا دس بكرن. اجا مساله كي هي بعربي بيجن المصريت قوتن دغو افي جريداي هتارا ليخي كي افي فكريش تبترسه. يعني ترى الافي جريداي افي كنو كاره ادليش تبترسه او تشكي بسيكولوجيا بج نفسي. يعني مر حاصل بان فقير انا دس بكرن. ولكن لم يتوقفوا على هؤلاء الفقراء والمساكين، بدأوا يرفعوا درجة شوية، بدأوا يضغطوا على الكبار الأحرار أصحاب الأسرة، يضغطوا على أبا بكر على صحابة الأخرى، بدأوا يتعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا سبا وشتما وأمور مثل هذا. حتى أبا جهل عليه لعنة الله مرتين حاول أن يقتل الرسول، وأحد المرات مسك حجرا كبيرا وقال إذا أتى وصلى هنا أمام الكعبة سأضرب رأسه بهذا الحجر. أخذ الحجر وذهب إليه وفجأة رمى الحجر ورجع قد تغير لونه. قالوا ماذا حصل لك؟ قال أنا لو اقتربت منه لأكلني فحل الجمل. الله عز وجل أظهر له معجزة قال لو اقتربت منه لأكلني. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا على نفسه. يعني حاولوا أن يقتلوا الرسول ولكن ليس شيء مجمع عليه. ومرة أخرى ألقوا القاذورات أمعاء الجمل على رأس الرسول وهو يصلي أمام الكعبة، فحاولوا أن يؤذوا رسوله هكذا.
كافرة بشتي كل ظلمي الفان صحابية فقير كر بشكي درجة خو بلين كرن إيجا الصحابية دن أبي دردوراوي مثلا كان جرى أزيات أبو بكر كرن جارة كي چونش پیغمبر تشکی بیجن قرقای گرتن ابو بکر چو گم و چت خوازنج في انسان آنه تشکی نگوت یاد بیجا خدای میگه که پیغمبر ایشت ابو بکر خستن تیرای لی خستن يعني لی خستن سر شعبی او سری ورمی ها گوتن مریا و هیشتن يعني در دورا پیغمبر چون لفرخن لدسي جارة چکرن دسي جارة ابو الجهل گو از جار کی گوز محمد بکش كبره كي مازن كردستي خو قوك محمد هات شنو كعبه المشكل از نافس تاريخ بكش بس سيدي معاجز كر بفي شكل يعني كبر كردستي خو پیغمبر المشكل جهات نزيك كل سريخه كبر آبتو او باز دراويا رنگي چو زربو قو خير ابل حكم تغوازي هر محمد بكشم تشمانا بشي قو والله از نزيك بوم ده ودفا زانه چنه دفا حشتر دفا يعني دفا حيوان مازن كو عاجز من دفا انا مازن دفا اجا ابيوان نير هنا او دها بشكي زخمن قو والله دفا كيما وكنو دفا فاكر واستيوانش درجه قو هم بشكي جهرم او سري مجيكرا من آفيت مخبزوري خلاص كر طبش پیغمبرات گوتن دبي جبرائيل وهاكرا ونزيك بونا براستي بقرطه يعني سري مجيكرا انا ترسيا ليه جارك كيجي عورو رعدي وزانن شنه رعدي حيوانه ابي دفاك دحباني آفيتن سرسري پیغمبر اوش خاد لميش كنا والميجي دابو حتى دبي پیغمبر نکاروش بنی را با قصا گران بو صحابي فقير جن جسارت نکرن امرتن ابو خبر بدن فاطمه قیزا پیغمبر هات بچوک بو سرسری پیغمبر را کرد ایجاد به فاطمه عاجز بو خبردان خراب جوان را کو کچکیه با کتیوی حاله هانه عاجز بو اون اوان جوان را کو پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام جارك ساکن هات سریوی دبي وان یک تهدید کرد از ای بوکشم ونورن كشتن دبي دمك في كلمه جوان راغو ام كرديت بيجن زراف زانش نه زراف انسان يعني مراره اشترصاد به زرافي خبردان بو انا ابو زان و پیغمبر گوتي ايوره كشتنه يعني زراف وان قد يبغى بوكش سبحان الله دبي ابي پیغمبر وان تهديد جيكر ده حرب بدر ده تفاتن كشتن چونكي بريق بي ادب بون حدود دركتن ترابي شخصك عمري تشلو تشتكي رعدي حيوان باوي سرسري بنوا ملت ده اهانه كمازن كرن و پیغمبر جوان تهدید کرد و ازی بکش اونی ورن کشتنه او والله وانا تابت حرب بدر ده جهاتن کشتن ابيج دربك خده بالوان قست طبعا استمروا في التعذيب ولكن نتكلم حول اسلام حمزه قبل ما يدخل حمزه في الاسلام اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرسل بعض كبار الصحابه الى الحبشه الى ارض يأمن فيه من الظلم بعض الناس يظن بأن الرسول أرسل الفقراء والمساكين ولكن الرسول لم يبعثهم بعث الكبار من الصحابة ومنهم عثمان بن عفان كان زوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عدد قليل أولا حتى يحافظ عليهم القائد الكبير يحافظ على أتباعه لا يرمي بجميعهم إلى تهلكة فالرسول كان حكيما فأرسل مجموعة منهم إلى الحبشة قال هناك لا تظلمون أرسلهم إلى هناك ولكنهم لم يبقوا هناك بقوا عدة شهور أول مرة رجعوا بعدما سمعوا بإسلام حمزة وسنقول بعد قليل كيف دخل حمزة في الإسلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلاة چاره دا چکر نهرت وای چکی ظلم زیده بو و نتخوازد صحابه چکی ورن سریوان پیغمبر جهنک صحابی خوی مازن را جانا کتاب می تاریخ دبیجن دبی او فقیر او بیچاره نه بیچاره نچو بلال حبش نچو صهیب نچو پیغمبر صحابی قواکنو بچکی مازنن گوون هرن حبش ارض حبشه يعني الافریقا قول سلطانه کی هي ظلم نايكرن الجنبي پیغمبر ذاته کی پر عاقل ماد هم پیغمبر هم عاقل بو ذاته کی حکیم بو ندخل الصحابي بكبن تهليكي تقول جرويا رشرة لازمن وان هر احتياط هي تدي عسكر قبق شرط كن قمتانه کی ضابطه کی كو عاقل به عسكر يختار جاره کی دانا شر دبيون احتياط الوان دلا بسكنن پیغمبر وانشان قون هرن لبه براتشكي ناي سريوه اوانا چون جمارك هندك بو یک جواجي حضرت عثمان بو حضرت عثمان وی وقت بقيزه پیغمبر رای زوجي و زاوه پیغمبر بو اما جبيا فهمت كن ابيك چونه تا انسان مازن بون يعني عبد و کوله و فقير نبون
انسان بو كردي بيجن جراجر ظلام مازن بون يعني افي ناس كريبون چد بچنا ببرهرن لوي احتياطا شرع احتياطا اسلامي احتياطا دعوة اسلاميه پیغمبر وانشان لوي ليوانا تقريبا جاره عول چون جماره اون 10 12 15 ابو نگلك بون هندك بون لو راوي وقت جماره مسلمان جكيم بون نبون شلح بهجا يعني هندك بون خبرك هاد جو حمزه بيا مسلمان اما انا بخوينن حمزه وعمر اما يرو بحث اسلام وان بكن هردو ظلام بون حمزه پر ظلامه کی ميربو عمر جو تيرا خو ميربو يعني هردو ظلام بون ل حمزه بتمثيل عائله پیغمبر تكرب اپ پیغمبر بو عمر يكيدنه بو اوان هردو انسان که بون مسلمان خبر اوان چوج مسلمان حبشه را گو تمام مسلمان قوت بونه يدي ام ناطرسن ام هر المكه هاتن مشكله قادي چي بو اما انا بحثا اسلام حمزه بكن كو هر اسلام انسان کی بشكل کی تتكاري پر خبر دي حمزه جي كليتاوي چبو طبعا حمزه في سنه الرابعه دخل في الاسلام انظروا احيانا الناس يتعجبوا عم الرسول تاخر لم يأتي وقت هدايته فتأخر ولكن مفتاح قلبه لكل إنسان له مفتاح للقلب كيف تتقرب إليه أنت لا تستطيع أن تتقرب إلى كل الناس بالكلمة الطيبة أو بالعنف أو بالمال لكل شخص أسلوب تتقرب إليه فحمزة أسلوب أو مفتاح قلبه الغيرة على الرسول وليس على الرسول فقط على القرب أنه قريب سمع بأن أبا جهل يوما من الأيام قد سب وشتم الرسول كثيرا والرسول لم يرد عليه ذهب إلى بيته فحينما رجع حمزة من الصيد هو كان رجلا صيادا رجع فأخبروه بأن أبا جهل اليوم شتم وسب وأذى الرسول كثيرا بكلامه أخذه الغيرة ابن أخي وأحد يفعل فيها كذا مباشرة يقول فار ذهب إلى أبا جهل قال تسب ابن أخي وأنا على دينه لم يدخل في الإسلام بعد وضربه على رأسه بالعصا فكسر رأسه فحاول بعض الشباب أن يضربوه قال اتركوه أبا جهل كان رجلا حكيما حكيم بمعنى الكلمة الذي يستعمل العرب ليس حكمة الإيمان لأنه كان يعلم بأن حمزة لم يدخل في الإسلام وإنما يرد عليه تعصبا لابن أخيه قال خلاص خلي يضربه ويذهب الغضب بعد ذلك سيستمر على كفره ولكن حمزة أتى إلى الرسول وقال يا ابن أخي حصل هكذا لم أكن على دينك وقلت لهم هذا الكلام غضبا فيقول الرسول نفذ كلامك خلاص لا يليق بك أن تقول كلامه وبعد ذلك ترجع عن كلامك فيعلن إسلامه مفتاح حمزة هو أن يتعرض لقريبه وهو ابن أخيه لم يقبل هذا الشيء واحد من أهلي من أقاربي والناس يشتموه وأنا لا أرد هذا كان مفتاحه العصبية كما نقول فدخل في الإسلام هذا واحد حضرت حمزة شوكت إسلامي أبياجي أم شما ديد بيجن هر إنسانك يجي قلبي ويرا كليتك هي كليل أم تبوك هبنن هناك إنسان ببران نرمدبن هناك إنسان بترسين نرمدبن هناك إنسان بخبردان أخوش نرمدبن هناك إنسان احترام دي هناك إنسان تشكيد نجرات بيجي حمزه جی بنه 4 سال پیغمبر خدای لی حمزه نبیه مسلمان قد آخری دا درباس چی نبیه یعنی شخواه روچه سیده خود که و تی نیچیروان بو یعنی قد نفکری روچه کی از ببه مسلمان نبه مسلمان روچه کی ابو جهل دناوا مکه دا پر زمان خول پیغمبر درش که تشتی خراب جرات بشه پر عاجز که پیغمبرش دنگی خونا که چه مالا حمزه دزبرش سیده تی جنکی خدمتکاری وید به حمزه به هاد به ایرو تبدی تا که ابو جهل چه قصه زمان خل محمد درش کرد زمان درش کرد و تشتی خراب جرا گو ولد به محمد جواب اینه داش خو چو مالا خو ساکنی چو مالا خو وی وقتانه حمزه دین بو عاجز بو دماري ابو ها كليت قلبي ابو قال تشتكي ولا سلام محمد ياك محمد عاجز بك يعني وكيديش قطروك نغاز بمسلمان ولا عاجز بو هاد ابو جهل جوال ويقو حمزه من تشك اني سري محمد دارك مازن داسي دار نوا سريخ سريش كان قال سرديني يوم تزماني خله درشتكي سرديني محل بك نبي مسلمان اج قحربي تشتاني يقول هناك عرب اللي وي انا بجن جينجي قريشي هبن خستن كو درجه حمزه بكن شاركن ليخنكي ابو جهل بعقل بو عقل نورمال نا عقل ايماني
زانبوك حمزة نبي مسلمان قو اگر ام زيده بسر دهر ايش قحر مهرب مسلمان قلت تشتكنا بقى قحر يا راس لحق لي من زمان يغيروا دريش كبر سر مشكله لبرا حمزة نبي مسلمان حسابك يعني انسان شيطان جانا هنكي تشتاق قبول كن الهمبر زراره كم مازن دبي برا زراره مازن شيخ حمزة بمسلمان برا سرين بشكي سرين باشت بما حمزة بو مسلمان قهرمانك ميرك ظلامك ايش سمتشه لو را ملت مكه جين جوان پر حرمت حمزه دقرتن زانو حمزه ظلامك ميره يعني قوتك بو في شكل ابو جهل نشكو كاسكي دست يقدر يجيب كله حمزه ها جنب پیغمبريه قال لا ابراهيم قال والله هي حاله مساله كي واكر بچو سرويش كان ومجوانا قوتي السردينه تمام لازم جنات مسردينه پیغمبر جرا قومات نظلامي ظلام بر كلمه كي جو غره خدي اخفتنا اخبه بمسلمان وخلاص يعني تجاكي قوتي انا عيب تاري بجنا ولا زنا مسلمان من حلال وكر اوري وقت دبا مسلمان يعني كليل قلبي وي مفتاحوي كو يك زمان يقول پیغمبر دريج بكر دريج كرن بفي شكل غيرته وي شكل پیغمبر كي غيرته بينات قتي عاجز ندبو ادغو اشخاص بس پیغمبر وانايش بس ایمان بتناينم شخبر مجادله دام که حتی که گیشت زمان درش کردن به ادبی حمزه قبول نکرد. امور مثلا عمر طبعا القريش كانوا قد اخذوا قرارا بان يعذب كل رئيس منزل او بيت من بيوت القريش افخاذ كما نسميه مثلا بني هاشم بني مطلب بني اميه هكذا أن يتولى كل منهم تعذيب من دخل في الإسلام من أقاربه وعمر كان أحدهم له أقارب فقراء دخلوا في الإسلام وكان يعذبهم كثيرا عمر رجل ضخم طويل قوي يضرب يعذب يضرب لغاية ما يتعب عمر كان لديه عقلية غريبة عقلية عمر لتعذيب المسلمين لم يكن من أجل الكفر والإسلام اعرفوا وتعلموا بأن لكل شخص مفتاح وله مزاج وله عقلية عقلية عمر كان يقول هكذا يفكر سياسيا يقول أتى محمد وفرقنا فإذا تفرقنا وتمزقنا وأصبح بعضنا يقتل بعضا قريش كقبيلة قريشية سيكون ضعيفا فالقبائل الأخرى بإمكانهم أن يأكلون مباشرة فرقنا لو دخل القريش كلهم في الإسلام لم يكن عند عمر مشكلة فما دام حصل خلاف والنزاع وضعف بين قريش وسيكونوا ضعفاء أمام سائر القبائل الموجودة بجنبهم عمر لم يقبل هذا فلذلك يقول علينا أن نتوحد غيرته وعداوته على الإسلام والمسلمين كان من هذه الناحية وهو كان يضرب دائما يعذب يضرب لغاية قرر يوما أن يذهب ويقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأذهب وأقتله وبعد ذلك سأذهب إلى بني هاشم حتى يقتلونني رجل برجل وينتهي الأمر إلى هذا الدرجة ولم يكن أحد يتوقع أن يدخل عمر في الإسلام حتى مرة من المرات قال لأحد المهاجرين الأشخاص اللي يحبوا أن يهاجروا رافقتكم السلامة كان الله في عونكم قالوا كأن عمر يريد أن يدخل في الإسلام قالوا حمار خطاب لو دخل في الإسلام ما دخل عمر إلى هذه المرحلة يعني كان ميؤوسا من الإيمان هكذا لم يتوقعوا أن يدخل في الإيمان ولكن لنرى ماذا حصل حينما أراد الله عز وجل هدايته أبي دو حضرة عمر كبو مسلمان ليه حضرة عمر حضرة عمر شخص كي بوليتيك بو سياسي بو يعني حضرة عمر قريشية قراره كسان قوم هر کس کی اقربای ما يكونوا مسلمان املوان خم يعني چنا باز هرم بسمام خم از العائله خم تل عائله خو او العائله خم هر کس کی المرض خو خن يعني تمام حضرة عمر جي هرچيك اقربای وينه هرچيك فقير اللوان خص چما بونا مسلمان ظلمو ظالم بو پر بري اسلام پر ظالم بو ظلامه کی بقوت بوجي يواد دمترو تشتكي باش ناوي بو يعني ترى اخو ظالم بوجي الدبي الوان داد والله تقول استعبي ميدي از رحت بقوله ليش تشتكي رحم دليل تنابول الوان خست نيرتي حضرة عمر الشبو نش كافرتي اسلامتي بو دقو ام قريشي قبيله كنا جراني كما هي نبع عربادا دماكو ام جهف دكيفن ام دبن نياري هف قيمتها منامنا برا بيا نياري برا
بسمان بيا نايرة بسمان ايه دمك ام ضعيف بن قبيلة دورما ابي عربا ايه ورن مجبرا داخن جمكي داخن بن خواهي كعبه او جويش پیغمبر عاجز بو نتشكي دنه بو يعني مثلا اگر كو قريشي تبونا مسلمان قد عمر دنگي خو ندكر دبي برام يك بن دين مشهد بزراره يتن عقلي وعقلك سياسي بو دغو اوتوريتا من بج جرانيه من نامينه محمد هاد بو بلا سري ما ام جهف كتن و قبيله عرب دوره ما قالك انت شعبي وند مالي مدايه اي ور مش كعبه درخن لو قالك جارع قريش وقبيله دي شر كربون حضرت عمر جوي حاجز بو يعني وبرزل ملوان تكر كسكيش تخمين نذكر كو عمر بمسلمان حتى جاركي دنيروا هناك بسلمانك وتخازن هرج ما كدر كفن دبيهم كداچن دبيش بر ظلم و امدچن بر ظلم و حضرت عمر دبي خدي ورابه خدي ورابه لا دبي عمر قوتي خدي ورابه نرم بيه لما ناخذ تشتكي ناكل جهب رادمن دبي وكا قلت لي عمر نرم بيه يكي دي دبي جا قزان كن عمر بمسلمان والله كرا بابيج بمسلمان عمر نبو مسلمان في كلمه مشهور كرا بابيج بمسلمان عمر نبو مسلمان أنا أو قصا أمود أوانتنا كارو زانه كنا هذا بقدرج أوانج أو جببة عمر نابا أو قصا كو صنت كرن حتى روجا كي حضرة عمر قرار دا قو زي هم هر محمد بوجم أو داوية زي هر جنب اسمامي أبي برا أوجي ما بوجن يك خلاص برا دفتر أنا ورا قرتن وخست هر بيغمبر بوجم ما أنا يجي بيش قرر أن يذهب ليقتل النبي وفي الطريق رآه أحد من أهل مكة إلى أين تذهب؟ قال أريد أن أذهب وأقتل هذا الرجل. قال ابدأ بأهل بيتك أختك وزوجها دخلوا في الإسلام. ذهب إليهم بعد الكلام أخذ والرد تبين بأنهم دخلوا في الإسلام فضربهم. فبعدما ضربهم رأى ورقة تحت السرير يعني القرآن كانوا يكتبونه عليه أخذوا منه قال أنت رجل نجس اغسل يدك وبعد ذلك توضأ فقرأ ربما أول مرة يقرأ فيها آيات من القرآن. تعجب قال أقريش يعارضون هذا الأمر؟ الويل لهم، كيف هذا؟ ما أحسن هذه الكلمات. فقال أين الرسول دلوني عليه حتى أذهب إليه. فحينئذ يخرج أحد الصحابة الذي كان مخفيا عندهم يقول أبشر يا عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا فكن أنت الذي دعا له. الرسول كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد الشخصين عمرو بن الهشام وهو أبا جهل وعمر بن الخطاب، كل أنت الذي يأتيه الدعاء. فذهب إلى الرسول ودخل في الإسلام فكبروا تكبيرا عرفوا بأن هناك أمر غير طبيعي في مكة. وسيدنا عمر كان شديدا في الكفر فأصبح شديدا في الإسلام. وذهب إلى رجل قال من أسرع الناس في الكلام؟ قال له رجل فلان يعني مثل BBC يعني وزع الأخبار الجزيرة أو مونتي كارلو. ذهب إليه قال قل لناس عمر دخل في الإسلام. فهو قال صبأ عمر فعمر ضربه لكمة فوقع على الأرض. قال لا تقل صبأ، قال أدخل دخل في الإسلام. صبأ كلمة نحن نقول خرج من الإسلام، فهو قال صبأ قال لا تقل صبأ قل دخل في الإسلام. فكل الناس سمعوا بكلامه بأنه دخل في الإسلام. حضرت عمر قرار دا گوازهرم پیغمبر بکشم چوک هر بکشد یعنی گوازهرم بنر محمد لوکیس بکشم یکی دید کدا چه عمر گوازهرم محمد بکشم بیا بلا سر ما گفت ما چی محمد بکشی اسلام کتی مالتش چه مالم لی خوش کات بیا مسلمان خوش کام من گو اره ضابط اره چو بردر مال وان در حاصل کت هندر و بونا مسلمان وردا عولی و شارتم داوی فهم کرد بونا مسلمان لوان خست فقیر خوشکاوی بریندار بو خانج دویهات خوشکاوی وقتی آنه گو ای ظالم تو چشمت خوازی ام بونا مسلمان ما بگشه خانج دویهات عمروی وقتانه دلی نرم بو وار حاصل گو آنه و چعبی ورقه کی کد که هادا کی دید و یعنی که تشتکی قرآن سر نفسان خست دسته خوش رساندن گوت انسانه کی نجسی تیجا نبسلمانی خب بشو خوشوش کرد دسته خو خوان عجیب ما کو انا اف قرآن کو قریشیش ویاده ترسن گو هری اووی گو مالا ما کیت کاره ویارا نیارتیب که ای قرآن گوتنه خودینه یعنی عز و جل کیت کاره وکایی گو که پیغمبر لکی ضربه مسلمان در حال یعنی نیارتیاوی نجبون قرآن بجبون یکیتی بو لی خدای عالم خیرایی خواست وی وقت ظلامه کی صحابه کد مالا وان داخل بشارتیه اشترسا عمر ترکت گو عمر
والله پیغمبر هر دم دعا کی کرد ده حب انسان را تمکه دا یک ابو جهل بو ناوی رسمی عمرو کره هشامه ابي دو عمره قو پیغمبر بیا ربی تشکیجه حس کی تیب کی مسلمان احب الرجلين تشكيجه حسكي يعني دبين برا ابدعاء هنا اشترى بلو محق برا خودش تحس بك والله في حضرت عمر شو جنب پیغمبر وبو مسلمان شو پیغمبر قرقاي قلت قو عمر ما نبسط حتى كين قال نيرتيب خود ربكي وساعات ما مسلمان يعني كلمه شهادته اني تبي بون الحب فاروق دبيجن يا فاروق يعني فرق شي بو اشكرا بو مسلمان كي نيدي مسلمانيه ويجي مسلمان بون الحب تكبير اكي خوشاني قلتنا الله اكبر او عمر كبر ظالم بولنبر مسلمان اجابو عمر كيدي عين روجه داش پیغمبر گو یا رسول خدا گو مات نه پیغمبری گو بری گو امجي نه حقن گو امجي حقن گو چما اسلام خو اشکرا ناکن ام چم کن گو مرنجم كعبه المشكن جميرا ميرتر او حمزه هردوش ظلام قهرمان ولا تبع مسلمان پیغمبر جناب خدا هاتم تكبير انين جم كعبه المجا خوشي كن ترى ما واخستنا ما اعلان كرن يعني حتى دبي حضرت عمر گویاد مکه دا کی خبره پر بلاد که دنوا کرده دا رادیو بی بی سی بره مشروع بی بی سی گولا بی بی سی مکه فلان کسه چون جم بی بی سی گو هرج ملت را بیجه خبر بلا که از ما مسلمان ابي الجمع عمر گو عمرش دین درکتیه دین درکت خوش نه چی بوکس کلی خسته که کت خار ظلام حضرت عمر دمتره درجه دمتره تشتکی کت گو نه بیجه دین درکته بیجه بیا مسلمان از دین در نکت ما مسلمان وار حاصل بإسلام حضرت عمر جي مسلمان بون چل حب اويدي ناوي وان دركت او هر دوش بون مسلمان خبر بلا بو ديش ملت مسلمان كچونه حبش قوتن واد بيد مسلمان لمكه دا زيده بونه عمر بيا مسلمان حمزه بيا مسلمان ملت مكه دي اسلام قبول كي ايوانا گو كان بزفرن اجا هاتن ام درس خياتي بجن شو هات سريوان اجا يعني چه دس بكر ولكن عربي دقيقة بيتشتبهن أولا أيها الإخوة انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر ظالم أبا جهل ظالم مع ذلك الرسول يدعو لهم بالهداية فنحن واجبنا الذي يخالفنا في الرأي وفي الفكر أن ندعو له بالهداية والإيمان ليس السب والشتم والإهانة والعداوة أما اليوم نحن نقول الرجل الفلاني يعارضني في الفكر والمذهب عليه اللعنة وعلى أبيه وعلى جده وهكذا نلعن والرسول كان يدعو دائما بالهداية الهداية من الله ولكنه كان يدعو فعلينا أن نتعلم هذا المبدأ من رسول صلى الله عليه وسلم تشتكي غريبة جوارا بيشم سر مسألة حضرت عمروي بني أبو جهل ظالم كثير أخو ظالم بولو حتى پیغمبر دقو فرعون منج فرعون موسى خراب تره يعني فرعون أبو جهل ده فرعون تربو أو بيس بو عمر ظالم كدي بو دقالو يهواي پیغمبر هروج وان را دعات كر يا ربي توان هدايت بكي يا ربي توان هدايت بكي ام في أخلاقي هانش پیغمبر ام هي نابل مع الأسف ما فيها قداري نكريه بني أوانا أو خاصة خراب بون أو خاصة إنسان نباش بون دقلوي هواي پیغمبر تقول يا ربي توان هدايت بكي اما إيرو شخصا كي ورا جمع فكراوي نوكا مبا سر مذهب ما نبا سر طريقة ما نبا سر بارتيا ما نبا ني جماعة ما قرات البيت احترام نديكي قرات جرات تشتكي بخير نبي سلام عليكم جرا بلکه یکی اختیار لوت جرا نبی مامو خالت حاد به انسان انا چاوی کلمه انا جرات بيجي جرا دعای جنکی سلام جندی کی ایوا پیغمبر حتی ایوارج وانا را دعایات کرد بفضل في دعاء هنا رب العالمين دل عمر دربكر وافيا بو سببك عمر او اقصى الظالم دقل في ظلم من تيسا محمد جمرا دعاياتك بني يعني في اسلوبي هاني قرمش بيرانك اسلوبي خبرداني اسلوبي دعايه اسلوبي قلب نرم اما مع الاسف جمعنا ما يعني احترام تنا الجمع نهبال من جهن ما يكري ناي جاميل مجناك هر جهنمي بلكي هجا توبه نكري خلاص روكي زداب ما درناك ام دعاك يا ربي تو هدايات بكيت ايمانتي خير دلي بقلبي نرم او زداب ما درناك او عيبه ما هيفي دارن كو ام دكاربن هناك شبي اخلاق پیغمبر بگرن عليه الصلاه والسلام دلي ما نرم بهم جهر دعايه بكن ابيك نسر مذهب ما نسر فكره ما نهوال ما بجي بلكي خديوان هدايات بكر تشتكيش بريكه ما درناك بقى فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا هذا الأدب وهذا الأخلاق أن ندعو لكل الناس
بالهداية وبالتوفيق وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل. نحن لا نخسر شيئا، ولكن علينا أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، في اللطف وفي الليونة، أن يكون اللينين طيبين رقيق القلب، ندعو لهم بالهداية. هدانا الله إيانا جميعا وثبتنا على الطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. بارك الله فيكم.